فنون تطبيقيه اخبار يا هندسه. ايه ده، انتوا مهندسين؟ طبعا. معاكم كارنيه هندسه؟ مش كلنا بس يعني. يبقى انتوا مش مهندسين. يعني من ايه كطالب فنون تطبيقيه؟ والله بيتقال لي انت مهندس على اي اساس؟ انت معكش قرنين نقابه، بالرغم ان بدرس مواد هندسه دي جنب موادي، واعدادي عندنا اصعب من هندسه 100 مره. ليه بدايه من المجتمع كطالب فنون تطبيقيه؟ الناس متعوده تقول لنا احنا وبتوع عماره انت مهندس على اي اساس؟ انت بتاع قص ولزق، والناس شايفاك في كليه تلوين، والبروجكت بتاعك عباره عن ايه؟ شويه ورق والشمع وحسام ايس كريم. مين اعدائك كطالب فنون تطبيقيه؟ هندسه معماري عشان بيهاجمني وبيقول انا مهندس ومعايا كارنيه وانا اقوى منك بكتير، وانت من غيري ولا حاجه. هو اقوى مني في نقط معينه في الخارجي، وانا اقوى منه بكتير في الداخلي. وكليه فنون جميله ضيف جاي يرخم علينا احنا الاثنين، اللي هو انا ماليش علاقه بالقصه دي. انا هخش باخد كارنيه النقابه وفي نفس الوقت هطلع مهندس. ايه هي امنيه حياتك كطالب فنون تطبيقيه؟ نفسي ارجع تاني نص مهندس والتاني فنان، امال انت دلوقتي ايه؟ نص مفلس والتاني متهان. في نهايه البودكاست ده تحب تقول ايه للمجتمع؟ ان فنون تطبيقيه مش كليه قص ولزق ولعب وتلوين. بحب اوجه رساله لبتوع هندسه ان مهندسين فنون تطبيقيه اليومين دول بقوا اشطر منكم في كل التخصصات، وبيشتغلوا في كل المجالات احسن منكم 100 مره.